السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر من أجل أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله عز وجل 6 أشهر من أجل أن يتقبل منهم عبادتهم في رمضان. وكان علي رضي الله عنه يقول في نهاية رمضان: من منا المحروم فنعزيه، ومن منا المقبول فنهنيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المحروم جبر الله مصابك. برمضان عبادته ورونقه الخاصة. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. من كان متعلقا برمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل باق وحي دائم، وإن الله سبحانه وتعالى هو رب رمضان ورب كل الشهور. إن فترت بعد رمضان فعد إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، كما قال العلماء: مواصلة العبادة من علامات قبول الطاعة. حياكم الله.